كل سنة وانتم طيبين. يلا نلحق بقى نعمل شوية بسارية كده وشوية حوادق قبل رمضان علشان ناكلهم، لان مش هينفع ناكل الحاجات ديت في رمضان عشان ما تعطشناش. فانا النهارده هعمل البسارية بطريقة مبسطة وهعرفك ايه سر لونها الاحمر ده كده. اول حاجة خالص انا بجيب البسارية دول 2 كيلو، بحطهم في مصفى برجول كده، تمام، علشان المصفى تبقى رجولها عالية عن الحوض، بحيث ان المية تنزل من الخرام بتاعتها على مصفة الحوض على طول، ما تبقاش واقفة تحت البسارية. بعد كده انت تنقي البسارية بقى، ما تكونش مهرية كده، ما تيجي تشتريها ما تلاقيها مهرية وبايظة كده او بايتة، ما تجيبيهاش، تجيبيها الواحدة بوحدتها بالشكل ده كده. طريقة الغسيل انا بنزل عليها المية كده وبقلبها بمعلقة كبيرة ولا حاجة، ما تعملهاش بايدك عشان ما تهريهاش. بقعد اقلبها كده علشان ادي مجال للخرام تنزل المية بتاعتها. المية بقى اللي مش نظيفة دي انا بتنيني وراها كده، تفضلي تغيري المية لحد ما تبيض معاكي وتبقى جميلة. بسيبها بقى لحد ما تتصفى كده من المية الزيادة اللي هي بتاعت الحنفية، مش مية البسارية نفسها. يعني تقريبا انا سبتها نص ساعة بس. بعد كده هحضر الحدق بتاعها بقى. هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 معالق ملح، يعني لكل كيلو بسارية معلقتين ملح، وما يكونوش ملانين قوي برضو. وهحط عليهم معلقة بابريكا. البابريكا دي هي اللي بتخلي اللون الأحمر في البسارية زي ما انتوا بتشوفوا كده. كمان هحط عليها زيت. الزيت يكون زيت نظيف، من اللي هو مش بتاع التموين يعني ولا كده، عشان ما تبقاش ريحته مش حلو. بعد كده بقى برطمان ازاز ماشي، بلاستيك ماشي، اللي يمشي معاكي. هتعملي ايه بقى؟ في ناس بتبقى ترش عليها ملح كلها وبعدين تعبيها، لا انا كده بتتهري معي. فانا هعمل ايه؟ هجيب البرطمان ارش تحت شوية ملح، وبعدين احط شوية بسارية وشوية زيت، شوية بسارية وبعدين شوية ملح وشوية زيت بالتناوب كده، واحدة واحدة، لحد ما تملي البرطمان بتاعك لحد الاخر. هتنيني بقى اعمله بالشكل ده كده لحد ما اجي على اخر حاجة خالص. هحط على وشها برضو شوية ملح وشوية زيت، وهغطيها بكيس صغير كده، وبعدين اربطه يعني اقفل بالغطا كويس. خدي بالك انها لسه بتنزل ميتها فبترتفع لفوق، فممكن هتلاقي الزيت والمية نازلين على جدار البرطمان كده وعلى الرخامة كمان. فالأحسن ليكي يا تحطي البرطمان في قلب كيسين ولا حاجة، يا إما تحطيها في بولة بلاستيك. تحطي البرطمان في بولة بلاستيك يعني كده علشان ما يبوظلكيش الرخامة. بعد كده انت تقدري تاكليها تالت يوم، هتبقى مستوية معاكي ومظبوطة. انا خليتها 5 فكانت مظبوطة قوي. وكل يوم كده يعني بموج البرطمان شمال ويمين شوية، بحيث ان المية والزيت يروحوا في كل جنب، بس بالراحة علشان ما تهريهاش، لان هي لحمتها ضعيفة وطرية جدا. بعد ما عملتها طلعت زي ما انتوا شايفين اهي، كأن الواحدة بوحدتها بالظبط زي ما هي بالظبط. والله كانت ريحتها جميلة جدا. والملح زي ما بقول لكم معلقتين ملح للكيلو كفاية عليه قوي. هتبقى مظبوطة معاكي، يعني الناس اللي ما بتحبهاش دلع قوي ولا بتحب الحاجة حادقة قوي، دي هتعجبهم الوسط يعني. شوية بقى عيش مقمرين كده، يا دوب بتشيلي الراس والحاجات اللي جوه بالديل، هتلاقيها نطفت معاكي وبقت زي الفل. لما تفتحي البرطمان بقى حطيتيه في التلاجة، ما تسيبيهوش على الرخامة. جربوها قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين.